اصور لكم سوق ليبيا. داخلين كده نشوفه. هو عبارة عن مكان كبير متقسم زي وحدات كده، في عطارة، في ملابس، شباشب. انا دخلت في قلب السوق، يعني ما رضيتش ادخل من اليمين ولا الشمال، دخلت في النص كده عشان اجيب لكم قلب السوق ذات نفسه. طبعا هي مشهوره بزيت الزيتون والعطاره. بصوا هتلاقوا العطاره في كل مكان. تيشيرتات بقى وملابس، مستحضرات التجميل كتير جدا هنا، كوتشيهات. يعني السوق شامل بصراحه كل حاجه. طبعا اللي بيجي السوق هنا يبضع بقى بضائع، ولازم يفاصل. بصوا الملابس في كل حاجة. وزيت الزيتون ده الأساسي هنا في سوق ليبيا. خلصنا كده السوق من النص، ندخل بقى اليمين نشوف برضو في ايه. انا هدخل كده عشوائي من هنا لهنا عشان اوريكم الاماكن كلها فيها ايه. الزيتون طبعا. انا كده الوقت اللي بعد المغرب عشان الدنيا تبقى رايقه شويه. عايزه اقول لكم في زحمه اكتر من كده كمان. انتوا شايفينها زحمه؟ لا، بالليل بيبقى ازحم وازحم. انا بحاول اجيب لكم السوق اكنكم انتوا اللي فيه، انتوا اللي بتتجولوا بتشوفوا فيه ايه وكل حاجه ايه بالظبط، عشان لو حبيتوا تشتروا حاجه تيجوا وانتوا عارفين. طبعا في لعب اطفال ومستلزمات برضو مدارس، ففيها طبعا كل حاجه. بصوا الشنط بجميع الانواع. دي حاجه المدارس. لا قصب طبيعي. طبعا مطروح مشهوره بالنعناع، النعناع الجبلي. هتلاقوه كتير قوي طول ما انتوا ماشيين. توابل بقى مطروح على الجنبين من الركن التوابل كله. جميل، باين ريحته من هنا، ريحته جميله. عندكم شويه حاجات حلوه. ده النعناع الجبلي، ده النعناع الجبلي صح؟ وايه تاني؟ في ملوخيه، نعناع مطحون، نعناع مطحون، جبنه والمحشي والسلطه. ده للسلطات صح؟ ماشي. وده كركديه. التوابل كلها. وزيت الزيتون ده صح؟ ده زيت الزيتون بكر ده. ده بكام ده؟ ده 180. 180. في حاجه ثانيه برضه عامله 200 مثلا زي الازايز. الازايز اللي فوق دي؟ طار صلاح الدين. بصي ورا طار صلاح الدين اهو. هنا كله. زيت الزيتون عامل على عرض ب 75 بس. بس صغير يعني؟ وعليه نص كيلو ديه. لا انت عسولة قوي. انت يلا عسولة. عرض خاص النهارده عند صلاح الدين. ده 120. كيس بهارات عليه كيس هديه. كيس بهارات عليه كيس هديه؟ 45 والكيس الثاني حلو 7 قوي. بهارات خاصة هندي. في كمان مشروبات.
يمكن انا جبت لكم اخر نقطه فيه من جوه اللي هو عند العطارين كده، وبصوا خارجه على بره تاني. يعني انا جبت لكم من الف للياء. في كمان تركيب عطور. طبعا اكتر الناس اللي بتيجي هنا بتيجي عشان خاطر العطاره زي ما انتم شايفين في كل مكان. لا انا لازم اصورهم عشان ناس مطروح ناس كويسه جدا، كل اهل مطروح بصراحه. انا كده متهيألي جبت لكم السوق كامل، يعني بجيب لكم يمين وشمال وانا ماشيه اهو، بجيب لكم يمين وشمال كل حاجه وايه اللي فيه بالظبط. يعني انتوا كده عرفتوا كل حاجه عن السوق. اهم حاجه الدنيا تبقى عندنا ملوخيه صعيدي. ملوخية صعيدي بسمع عنها، جميلة. شكرا. كده خلصنا سوق ليبيا بالكامل. سلام واشوفكم في فيديو جديد. باي.